ناخد من كل عربية مكعب. دي من أكتر التوصيات الغلط اللي ممكن تسمعها وانت بتاخد مكعبات الخرسانة على أي صب عندك في الموقع. السلام عليكم. دايما واحنا بناخد المكعبات بتاعة الخرسانة على أي صبة واحنا شغالين، ممكن تسمع توصية إن احنا ناخد من كل عربية مكعب عشان نبقى عارفين الخرسانة كلها إجهادها عامل إزاي. الكلام ده مش دقيق ومش سليم وما يتوافقش مع الكود المصري. الكود المصري بيقول تحديدا ان المكعبات بتتاخد من عربية واحدة او المجموعة بتتاخد من عربية واحدة، والمجموعة هنا قصدنا بيها 6 مكعبات لأول 50 متر و6 مكعبات لكل 100 متر إضافية. وفي أغلب التوصيات وفي أغلب المواصفات بيتكلم عن 9 مكعبات لكل 100 متر، بحيث 3 لل7 أيام، 3 لل28، و3 بيبقوا احتياطي لو في أي مشاكل في النتائج. وهنا ده لغرض وجيه جدا، ان هو عايز يقيس نفس المكعب اللي احنا قسنا اجهاده في ال7 ايام فادينا الرقم الفلاني، اجهاده اتطور ازاي لما وصل لل28. لان احنا لو خلينا الموضوع عشوائي فيبقى مش هي دي العينة اللي احنا اختبرناها في ال7 ايام، مش نفسها العينة اللي اختبرناها في ال28 يوم. عشان كده لازم يبقوا من عربية واحدة، من باتشة واحدة. بناخد المكعبات بنقيسها في ال7 ايام ونقيسها في ال28 يوم عشان نتأكد ان هي نفس المكعب وصل للإجهاد المطلوب منه خلال ال28 يوم اللي المفروض يوصل فيهم للإجهاد النهائي. عشان باختصار، لو احنا اختبرنا مكعب في نتيجة ال7 أيام ونجح، وجينا نختبر مكعب تاني في نتيجة ال28 يوم ونجح، هو في الحقيقة هو مش نفس المكعب. احنا في الحالة دي بنبقى محتاجين نعرف هو المكعب ده أصلا في ال7 أيام كان شكله عامل ازاي. والعكس صحيح، لو هو سقط في ال7 أيام ونجح في ال28 يوم، احنا في الحقيقة مش عارفين الكتلة اللي احنا بنختبرها اللي نجحت في ال28 يوم هي دي اللي كانت موجودة معانا في ال7 أيام ولا لأ. عشان كده لازم يبقوا من نفس العربية ومتاخدين مع بعض عشان نعرف نقيس عليهم، لأن هو في الحقيقة أكننا بنتكلم على نفس المكعب، مش أكننا، هو في الحقيقة هو نفس المكعب. فساعتها بنقدر نعرف سلوك الإجهاد بيزيد إزاي والمكعب ده حصل له إيه بالظبط. وبس كده، ده كده باختصار بنتكلم عن نقطة مهمة دايما بنقع فيها. أنا محمد الدرمالي ودي زيتونة من شغل جودة مكعبات الخرسانة.